طبعا انا لما قلت على رهان الحمد لله انا قديه. انا راجل صعيدي من سوهاج، قلت كده هوت الاهلي لو فاز بافريقيا السنه دي في اهلاوي هيفوز معانا بال100,000 جنيه. فالنهارده انا بوثق لحضراتكم هنختار الفايز من خلال التعليقات بتاعت حضراتكم اللي على الفيديو دوت. وطبعا الشروط هتبقى كالاتي: هتعمل لايك، تعليق، تشير الفيديو. وجاي النهارده باكد وبوثق كلامي من جريده وموقع ناس بلدنا مع رئيس الجريده بنفسه معايا استاذ محمد عثمان. وانا بشكرك يا كابتن موحى بجد على اختيارك للموقع بتاعنا والجريده عندنا انها توثق ان شاء الله اختيار الاهلاوي الفائز بال100,000 جنيه نتيجه التوقع الصحيح والشروط اللي قالها طبعا كابتن موحى على الفيديو ده. وبنتهز الفرصه دي وبقول فعلا كانت مباراه جميله جدا استمتعنا بيها، والاخوه التوانسه والجمهور التونسي الرائع بجد والسلوك المحترم جدا، واستمتعنا بيهم في وسطينا اخوه يعني احباء واشقاء، وهي دي الروح اللي احنا بنتمناها دايما وكابتن موحى بياكد عليها في كل فيديوهاته. طبعا ما تربطناش غير محبه واخوه ما بين تونس ومصر. اكيد طبعا دايما احنا خاوه خاوه. نادي الاهلي فاز بافريقيا بهدف رامي ربيعه 1-0 هنا في القاهره. طبعا الكوره مكسب وخساره. طبعا يعني لازم يكون عندنا الثقافه بتاعت تقبل الهزيمه، بنفرح في الفوز ونتقبل الهزيمه، ده وضع طبيعي. تمام. بعض من الناس حبت تشكك فيا ان انا بطلع بعمل ارقام 100,000 20 40 عربيه وغيره، فاكرين الحاجات دي بتبقى فيك. انا ربنا اللي يعلم الفلوس اللي بعملها ال100,000 جنيه دول ربنا كرمني من خلالكم. دي عايز اوصلها برضو للمتابعين، ده من شغلي اللي انتم منجحيني فيه. من خلال الكلام ده ربنا كرمني انا الحمد لله بالفلوس، ودي جزء منها بدي. يعني انا مش بعمل حاجه بجبي على جمهور النادي الاهلي، لا، الموضوع اكبر من كده يا جماعه. الموضوع ان الحمد لله الميديا الحمد لله بتدخل شغل والشهره والكلام ده، فدي حاجه من حقكم. فانا يعني مش هبقى زعلان لما حد اهلاوي يجي يستلم ال100,000 جنيه دول، بامانه هبقى مبسوط، وربنا يعني يجعلهم يعني للشخص المناسب بيروحوا له. وانا بس كل اللي طالبه من حضراتكم يا ريت كل اللي بيتفرج على الفيديو ده يعمل منشن لحد غيره، حد محتاج، حد مستني حاجه. فان شاء الله انا مستني اكبر عدد ممكن يوصل له الفيديو ده عشان نختار صاحب نصيبهم زي ما بيقولوا. وانا متاكد ان دول هيروحوا لحد كويس، حد يستاهل. وفي نفس الوقت جمهور الاهلي فاز ببطوله افريقيا، ومكافاه يعني بسيطه لجمهور برضو الاهلي. فانا شايف برضو ان احنا بنعمل حاله حلوه، حاله جميله في اطار الرياضه يا استاذ محمد. اكيد طبعا، ودي على فكره مبادره كويسه جدا يا جماعه من اليوتيوبر المعروف والمحبوب كابتن موحى. واختياره للجريده والموقع عندنا بيدل على المصداقيه والوعد بتاعه، علشان كده انا رحبت بيه وببارك لينا طبعا على انضمامه معانا لاسره التحرير في القسم الرياضي. وان شاء الله بنوعدكم كده عاوزين نشوف اللايف الجديد او الفيديو الجديد اللي هيكون معانا الاهلاوي صاحب النصيب في استلام ال100,000 جنيه، وان شاء الله نكون موجودين معاكم. تحياتي لكل المتابعين المحترمين، ومحدش ينسى الشروط: هتعمل لايك، هتعلق، هتشارك الفيديو عندك، علشان لما نختار التعليق بتاعك لازم تبقى عامل الشروط دي عشان ما نختارش حد تاني. تحياتي وتحيات استاذ محمد مع حضراتكم. شكرا طبعا لكل متابعينا في مصر والوطن العربي. الرياضة أخلاق والرياضة فوز وهزيمة. احنا المبادرة دي من كابتن موحى المحترم النهارده بيشجع على الروح الرياضية، هو حد طبعا معروف ومشهود ليه ومحبوب على فكرة في ربوع الوطن العربي. فدي المصداقية بتاعتنا، ونشوفكم إن شاء الله في اللايف اللي جاي. مع السلامة.